الفكره اول مره جات صراحه من مواقع التواصل الاجتماعي. كانوا الناس في فيسبوك دائما كيتواصلوا معايا وكيعطيوني مقترحات انني نخرج من التلفازه وندوز للمسرح باش نتواصل مباشره مع الجمهور، انني نقدم وصلات فكاهيه وشو حي. فدائما الناس كيشوفوا رشيد شو طبعا اللي كيشوفوا كل جمعه وكيكون برنامج مسجل كيشوفوا من التلفازه. دابا حاولنا ننقلوا يعني ماشي الفكره ولكن ننقلوا داك الكونسيبت ولكن في القالب الفكاهي ديالو الخشبه، ونحاول انني ندير ستاند اب كوميدي اول مره، ولكن ندمج معايا شباب ومواهب في الفكاهه اللي ان شاء الله كنتمنى انهم يبرزوا في الساحه الفنيه لانهم يستحقوا واللي بينوا على طاقات كبيره. كانوا معنا الكوميديين اللي ديجا كانوا عندهم دي باساج في التيلي بحال قمر السعداوي بحال كاما، وكاين شباب اللي اول مره كيطلعوا الخشبه اللي غنوا صراحه فاجئوني وقنعوا الجمهور مشى فرحان الحمد لله. القاعة كانت عامرة عن آخرها. هذا كنعتقد أولا أنه حب الجمهور واللي كنشكرهم عليه بزاف، لأنني فاش دخلت والله العظيم حسيت واحد الإحساس زوين بزاف. حسيت كيفاش الجمهور استقبلني وكيفاش استقبل الفكاهيين. هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن الحمد لله احنا غاديين بخطى ثابتة في طريق يعني النجاح. فنتمناو أننا ما نخذلوش هذا الجمهور ودائما نقدموا له الأفضل إن شاء الله. هذا العرض كانوا وجوه شابة كوميدية اللي قدموا وصلات مختلفة طبعا يعني بمواضيع مختلفة، ولكن كنظن بأننا إن شاء الله ملي غنقدموا عروض أخرين ممكن نحافظوا على بعض الوجوه كيف ما ممكن أن ندمجوا أيضا وجوه فكاهية جديدة اللي ممكن تعطي إضافة الفرقة. هنا كنوجه رسالة للشباب الكوميديين اللي عنده شي موهبة نقدروا يعني نضم لينا وباش يبين الطاقات ديالو. فهذه فرصة للشباب أولا أنهم يتواصلوا مع الجمهور، لأن كاين بزاف ديال الكوميديين الشباب اللي قادرين يعطيو كثير ولكن ما تتاحش لهم فرصة. فهذه فرصة لهم إن شاء الله. غير هو الخدمة مزيان، هذه أول حاجة كنفرضها قبل ما نبداو في شي عمل هو الخدمة، وكل واحد يوجد يعني داك الشيء اللي غيقدم للجمهور ويسهر عليه. فكيكون عندي واحد الهم كبير أنا الفريق اللي كيشتغل معايا كيشوفني كيفاش كنشتغل، يعني كنكون شوية صارم وشوية يعني مزير في الخدمة باش الريزولتا فينال تكون مزيانة. فالحمد لله أول عرض كنعتقد أننا نجحنا فيه والجمهور مشى راضي علينا. المشاريع المستقبليه ان شاء الله كنفكروا اننا نديروا جوله بهذا العرض الفكاهي في مختلف ربوع المملكه، واننا ما نبقاوش غير في كازا والرباط، نمشيو لمدن اخرى فاس مكناس اكادير تارودانت، يعني نمشيو ايضا الاقاليم الجنوبيه العيون. يعني بغينا هذا العرض هذا ما يبقاش منحصر فقط في الدار البيضاء، يعني نمشيو لمجموعه المدن المغربيه ان شاء الله. شكرا لك.